ألف مبروك الفوز الأول لمنتخب مصر على منتخب زيمبابوي. بداية، يعني أول ربع ساعة 10 دقايق في الماتش كان في حمية، كان في روح، كان في زيادة عددية من نص الملعب، كان في يعني نوعا ما كورة. بعد أول 10 دقايق ما كان خلاص مفيش منتخب مصر. طيب، سؤالي ليك يا ربع مدرب، يا ربع مدرب، ماشي. آه، ايه الافتكاسة؟ ولا انت بتقلد انت حافظ مش فاهم؟ انت بتقلد من غير ما تعرف التقليد اللي انت بتعمله دوت عبارة عن ايه؟ مرموش بره ما بيلعبش راس حربة صريح، بمعنى هو على ورق ممكن يتحط كده تحس ان هو ايه، رقم 9. لكن طريقة لعب واسلوب هجوم، الاسلوب الهجومي بتاع جوارديولا هو اصلا اللامركزية. انت شوية هتلاقي مرموش على الطرف، شويه هتلاقي مرموش ساقط في نص الملعب، شويه هتلاقي مرموش يمين، شويه هتلاقي شمال، شويه هو مره واحده بقى راس حربه هو اللي يحط الجون. انت بتعمل الكلام ده عشان تحطه راس حربه؟ انت مجنون؟ انت ايش جاب لجاب؟ انت لو عليك هتلعب 3-5-2 زي الجوهري. الماتش ما تعدلش، يعني هو ربنا سترها معاك ومحمد صلاح هو اللي انقذك زي ما انا كاتب في الكابشن بتاع الفيديو. انت دلوقتي في تغيير عايز تعمله، عايز تصحح العك اللي انت عكيته، عايز تصحح العك اللي انت عكيته، تطلع امام عاشور. امام عاشور لو برجل واحده ما يطلعش من الملعب. اولا بدنيا مفيش احسن حد منه بدنيا في الملعب، في نص الملعب، ماشي. فنيا هو احسن، اعلى واحد بيتحط في نص الملعب 8. جميل. انت عايز تصلح العك، انت عكيت في الاول ونزلت لي مرموش راس حربه وصلاح يمين وتريزيجيه شمال مع فرقه. يعني هي من حسن حظك وحاجه تبين لك الغباء اللي عندك، الفرقه طلعت بتقابلك من نص الملعب. انا كنت متخيل، يعني انا متخيل كده تخيلي ان زيمبابوي هتنزل تعمل زي ما جزر القمر عملت مع المغرب امبارح، كانوا كلها على ال 18 وكلها تحت الكوره. اتفاجئت انا بزيمبابوي بيتقابل من نص الملعب. فده لو انت كنت بديت بالمنطق، ما كنتش لجأت للتغيير وما كنتش خسرت لاعب بدري، وكان ممكن الماتش يروح منك وكانت تبقى بدايه سودا عليك وعلى دماغك. يوم ما تيجي عايز تصلح غلط بتصلح غلط بغلط. مرموش كان يعني مرموش عمره ابدا، وحطها بقى حلقه في ودانك وما تعملهاش تاني الحركه دي. مرموش من اللعيبه اللي بتبقى في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره وهي رايحه بوشها للعيب المدافع الخصم، وهو رايح بوشه للجون. مرموش ما يديش ظهره للجون ويبقى محطه ويستلم ويلف ويلعب، ده مش بتاعته. مش هتاخد منه حاجه زي ما انت ما خدتش منه حاجه، الا لغايه بقى من ساعه ما نزل مصطفى محمد دخل في قلب الملعب، مرموش اتطرف او نزل لتحته، تريزيجيه هو اللي اتطرف. مرموش بقى عنده الحريه والمساحه اللي هو يروح بوشه. دي خطوره مرموش. حتى بره لو بيلعب بره بيبقى خطورته، هو بيعمل التحول وبيجري بالكوره. مرموش عنده استعداد ياخد الكوره من اول الجون بتاعك لغايه الجون الخصم، وياخد 2 في ظهره ويرقص التالت اللي جاي عليه ويخش يحطها جون. وعملها لك مثال حي النهارده. محمد حمدي عملها له شبه من فوق، مدافع اللي ماسك الباك رايت، خده في ظهره، دخل رقص موه بجسمه، رقص السيرد باك اللي جوه، دخل حطها في سقف الجون. هو ده مرموش بيروح بوشه راس حربة ايه ونيلة؟ انت مالك، انت مال الكلام ده؟ انت تعمل اللي انت اللي اتعلمته واللي انت تعرفه في حدود امكانياتك. انت لا بتعمل جمل ولا في خطط ولا في تكتيك فني ولا في اي بتنجان بتنيره على ب 60 نيله. انت بترص، يبقى تكمل رص للاخر، ما تفتكس خالص. صلاح يمين، مصطفى محمد راس حربة، مرموش شمال.
او تريزيجيه شمال. بس يعني انا رايي مرموش مش تريزيجيه، ماشي، في نص الملعب. ده يبقى ده التشكيل الاساسي بتاعك، ما تغيرهوش. مروان عطيه قدامه امام، وقدامه يا تريزيجيه يا زيزو. شوف عايز تريح مين فيهم وتعملها. مروان، تريزيجيه او زيزو، وجنبهم امام، ويبقى مروان امام دول ثابتين. امام عاشور ومروان عطيه ثابتين، ما يتحركوش من نص الملعب. التالت هو اللي بدل فيه زي ما انت عايز، مش هتفرق. مرموش شمال او تريزيجيه شمال. الاجهز والافوق بدنيا فيهم والاقوى بدنيا فيهم هو اللي يلعب، وانا شايف ان هو مرموش. يمين صلاح، باك رايت محمد هاني، باك ليفت احمد فتوح. حد يعرف يطلعك بالكوره. محمد حمدي مع احترامي ليه، مع احترامي ليه، هو يعني اوفراته كويسه كانت النهارده، ما يقول مش عيب. حمدي فتحي ما كانش، محمد حمدي ما كانش وحش، ما كانش مزري. بس هو يعني دفاعيا لو انت عايز واحد قوي ومش عارف ايه، برضه هو دفاعيا مش قوي. ما الجون جه من ناحيته وكل خطوره كانت من ناحيته. وبالمنطق على الاقل لو انت عايز تلعب حسام عبد المجيد، ما تحط واحد جنبه حافظه زي فتوح. حافظين بعض، بيلعبوا مع بعض في النادي. وفتوح من لعيبه الكوره اللي بتطلعك بالكوره. لو نص الملعب متقفل وعايز تطلع على الطرف، فتوح احسن من محمد حمدي. وتكتيكيا انت ممكن لو فرقه بتقفل قدامك، ممكن بتحط فتوح في قلب الملعب كصانع لعب جنب نص الملعب، وتزود واحد من نص الملعب يطلع لقدام لو انت احتاجته في وقت من الاوقات. ممكن تعمل تغيير تكتيكي بسبب ان انت عندك لاعب زي فتوح بيعرف يلعب في نص الملعب 8، وبيعرف يلعب باك شمال، وممكن يصنع لك لعبه من ورا. ما يروحش لغايه، ما يضطرش لغايه يروح ل 18 عشان يرفع اوفر او يعمل باص كي باص. ما تقلفش يا عم الحاج، ما تقلفش، مش ناقص قرف. الماتش كان هيروح. ودي اسهل فرقه، يعني زيمبابوي دي اسهل فرقه. انت جنوب افريقيا يعني مش عارف هتعمل معاها ايه. وانجولا يعني ما تفرقش كتير عن زيمبابوي، بس يمكن احسن شويه، عندها لعيبه احسن شويه من زيمبابوي. فانت هتعمل معاهم ايه؟ كان طبيعي لازم تكسب النهارده 2-3. ارجوك ما تقلفش، ما تشغلش دماغك تاني، ما تفتكسش تاني. وربنا يستر الماتشين الجايين ونعدي دوري المجموعات. نفسي نعدي والله العظيم، مش عايز ارجع للدوري بدري. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله نشوفكم الفيديو اللي جاي، ماتش جنوب افريقيا مصر اللي جاي، وهنتكلم عن ماتش ونحلله ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.